هل تريد أن تبيع أو تشتري منزل، سيارة، هواتف نقالة، أجهزة كهربائية، أي شيء مجانا؟ الحل سلة 4 مثل الوسيط ولكن مجانا. من طهران تجلت قمة الانحياز المصري إلى الشعب السوري في مواجهة النظام في موقف مدون للرئيس محمد مرسي أطلقه في افتتاح قمة دول عدم الانحياز. مرسي هاجم النظام بعبارات قاسية ترددت في أكثر من محطة في خطابه، الأمر الذي دفع بالوفد السوري للخروج من القاعة. والآن ثورة سوريا على النظام الظالم فيها. إن تضامننا مع نضال أبناء سوريا الحبيبة ضد نظام قمعي فقد شرعيته هو واجب أخلاقي بمثل ما هو ضرورة سياسية واستراتيجية. إن نزيف الدم السوري في رقابنا جميعا، وعلينا أن ندرك أن هذا الدم وأولياءه لا يمكن أن يقف أو يتوقف بغير تدخل فاعل منا جميعا. وكما كان حضور سوريا مدويا في كلام مرسي، كان غياب سوريا عن كلمتي علي خامنئي وأحمد نجاد مدويا أيضا، فيما لم يتسنى بعد تلمس وقع الموقف المصري على المسؤولين في إيران. خامنئي شن هجوما عنيفا على الولايات المتحدة وإسرائيل ومجلس الأمن من زاوية التعاطي مع الملف النووي الإيراني والقضية الفلسطينية، وأكد أن إيران لا تسعى أبدا للتسلح النووي ولن تتخلى عن حق الاستخدام السلمي لهذه الطاقة. أما الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون فوجه انتقادا ضمنيا لإيران عندما قال: أرفض بقوة أي تهديدات توجهها دولة عضو بتدمير دولة أخرى أو المحاولات المستهجنة لإنكار حقائق تاريخية مثل محارق النازيين. هل تريد أن تبيع أو تشتري منزل، سيارة، هواتف نقالة، أجهزة كهربائية، أي شيء مجانا؟ الحل سلة 4 مثل الوسيط ولكن مجانا.